في الفيديو ده هنشوف مع بعض استخدام تاني لعنصر اللينك، وهو ازاي استخدمه علشان خاطر اقدر ادي موقعنا ايكون معينه ويخلي شكله في البراوزر مختلف على باقي الصفحات التانية. دلوقتي هنشوف ازاي بنستخدمه. طبعا اول حاجه هنعملها ان احنا هنشغل الموقع بتاعنا باللايف سيرفر عشان خاطر نشوف التعديلات في الوقت المباشر. هنلغي الستايل اللي احنا طبقناه قبل كده عشان خاطر نشوف الصفحه بتاعتنا باللون الابيض من غير اللون الاحمر اللي بيرخم على العين. تمام. زي ما انتم شايفين في الموقع بتاعنا بيبان بالطريقه دي بتبقى عباره عن الايكون الافتراضيه اللي الموقع بيحطها للصفحات كلها اللي ما عندهاش ايكون معينه جوه الكود. فبالتالي دلوقتي احنا هنتعلم مع بعض ازاي نستخدم عنصر اللينك علشان خاطر نقدر نغير الايكون الافتراضيه دي ونحط ايكون بنختارها احنا، ولا في المعظم بتكون عباره عن لوجو موقعنا. هنجيب الكود، نستخدم عنصر اللينك في لينك. طبعا احنا قلنا ان عنصر اللينك بيتكون من حاجتين اساسيين وهما الريل والاتش ريف. دلوقتي في حالتنا احنا طبعا محتاجين ان احنا نضيف ايقونه للصفحه بتاعتنا، فبالتالي الريل بتكون عباره عن ايكون والاتش ريف بتكون طبعا مسار اللوجو بتاعنا او لينك الصوره بتاعتنا. طبعا في الحاله دي انا صورتي موجوده جوه المشروع بتاعي مش موجوده اونلاين، فبالتالي اقدر اكتب اسم الصوره على طول هنا ونقفل عنصر اللينك. هنسيب نبص فوق هنلاقي ان ايكون التاب بتاعتنا اتغيرت، ما بقتش موجوده الكل الارضيه اللي كانت موجوده قبل كده، اللي احنا قلنا ان دي افتراضيه بتبقى موجوده للمواقع اللي ما فيهاش عنصر اللينك للايكون، وبقت عباره عن اللوجو بتاعنا. طبعا الصوره اللي انا حطيتها في اللوجو بتاعنا، ودي طبعا اللي احنا شفناها بانت هنا في التاب جنب التايتل بتاع صفحتنا. طيب ليه بنستخدم ايكون؟ اولا هنستخدم الايكون علشان خاطر نقدر نميز شكل صفحتنا. مثال بسيط زي ما انتم شفتوا دلوقتي صفحتنا بقى ليها ايكون كده. لو انا فاتح اكتر من صفحه لما باجي ببص على البراوزر بلاقي ان صفحتنا متميزه بان ليها ايكون معين. مثال بسيط لو انا فاتح الفيسبوك وفاتح الموقع بتاعي وفاتح اكتر من موقع، لما باجي ابص فوق حتى لو انا فاتح اكتر من موقع باجي ابص الاقي ان في اللوجو بتاع صفحتنا، فبالتالي بدوس عليه وبخش صفحتنا. وده طبعا بنستخدمه علشان خاطر يسهل على اليوزر ان هو يقدر يلاقي صفحتنا بسهوله ويخش عليها تاني لو نغير الصفحه وعايز يرجع لها تاني. حاجه تاني بنقدر نشوف بيها اللوجو بتاعنا، وهو لو احنا حطينا صفحتنا في البوك مارك. مثال بسيط لو انا عملت هنا حطيت صفحتنا في الفيفوريتس او في البوك مارك وبسيف، بعد ما بحطها في البوك مارك لو انا مثلا عايز ارجع لها وان انا بخش مثلا على البوك ماركس اند ليستس وبقف هنا عند الاذر بوك ماركس بلاقي ان اللوجو موجود جنب اسم صفحتنا، بالتالي اليوزر بيفتكر ان ده لوجو موقعنا وبيرجع له تاني. طيب احنا كده اتكلمنا على اللينك. دلوقتي هنتكلم على خواص الصوره اللي احنا المفروض نضيفها. اولا زي ما احنا استخدمنا، احنا هنا استخدمنا دوت بي ان جي، مش لازم ان احنا نستخدم دوت بي ان جي، نقدر نستخدم كمان صور صيغتها زي مثلا دوت اي سي او اللي هي باختصار الايكون، وممكن كمان نستخدم صوره برضو اس في جي لو احنا عندنا الصوره صيغتها اس في جي. الحاجه اللي انا انصح بيها ان احنا دايما نضيف التايب كاتريبيوت لللينك عشان خاطر نقدر نعرف اللينك صيغه الايكون اللي احنا هنضيفها. فمثال بسيط لو انا عم مستخدم دوت بي ان جي بقدر هنا اكتب في التايب ان هو يكون ايمج بي ان جي، فبالتالي الايكون يكون عارف ان صورتي صيغتها بي ان جي. طبعا معظم المتصفحات الحديثه بتبقى عارفه لوحدها ايه هي الصيغه، بالتالي التايب اتريبيوت مش بيبقى اجباري لكن يفضل احنا نستخدمه. وفي حالات طبعا اللي هي اذا كانت بي ان جي او ايكو او اس في جي ممكن ما نكتبش التايب عادي لان المتصفح بيكون عارفهم، لكن يفضل دايما ان احنا نكتبها علشان خاطر نعرف البراوزر ايه صيغه الصوره بتاعتنا. طيب بي ان جي لو الصوره بي ان جي، لكن لو انا عندي الصوره دوت ايكو اللي يعتبر اختصار لايكون بنكتب هنا في الايمج بنعمل هنا اكس وبنعمل هنا ايكون. التايب بيكون بالطريقه دي. في حاله انها اس في جي بدل ايكو بكتب اس في جي، وفي التايب بتبقى اس في جي زائد اكس ام ال، بيكون بالمنظر ده التايب لو الصوره عند اس في جي. طبعا انا لما انا كتبت اس في جي الايكون اختفت مره واحده لان انا في مسار الصوره مش موجود غير بي ان جي، فبالتالي لازم اكتب بي ان جي، وفي التايب بكتب ايمج بي ان جي، لكن زي ما قلت مش اجباري اكتبها. بالتالي هتشوفوا ان الايكون ظهرت على طول اول لما انا كتبت البي ان جي. حاجه تانية تخص الصوره، يفضل ان الصوره تكون 16 في 16، يعني الطول في العرض 16 في 16 او 32 في 32. ولو احنا كمان بنستهدف الشاشات اللي هي هاي كواليتي برضو نقدر نضيف 64 في 64. ولو انا كمان عايز استهدف الموبايلات، يعني لو حد حافظ الصفحه بتاعتي على الموبايل تظهر كانها ابلكيشن، بحتاج انها تكون 192 في 192 او 512 في 512، ويعتبر هم دول اهم حاجه في صيغ الصور. وطبعا ان الصوره تكون
حتى لو هي صغيره ومش باينه، لكن لازم برضو تكون انها صوره هاي كواليتي عشان خاطر الناس تقدر تميز ان ده اللوجو بتاعنا ويقدروا يشوفوه بسهوله. يبقى احنا كده اتكلمنا على عنصر اللينك وازاي نقدر نضيف ايكون، وعرفنا مع بعض ازاي نقدر نوصل الايكون بسهوله. انا دايما بنصح ان احنا كمان نستخدم تول بيساعدنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. لو احنا هنا جينا كتبنا في جوجل فايكون جنريتور، بقدر هنا اجي بختار اول اختيار اللي هو real5icongenerator.net. مثلا باجي هنا بفتح الفولدر بتاعي اللي فيه الصوره، وباجي بحط الصوره هنا واحطها في الموقع. زي ما انتم شايفين هنا هو بيوريني زي بريفيو على شكل الصوره لو انا حطيتها على البراوزر، وهنا بيوريني في الجوجل ريزلت مثلا لما الموقع بتاعي يكون موجود على جوجل. طبعا انا هنا بقدر اعمل لها كاستمايزيشن، وبقدر اختار اذا كنت عايز اخلي لها باك جراوند او عايز اخليها بالمنظر ده. مثال بسيط، لو انا شايف ان على الدارك تيم تمام مثلا، لكن على اللايت تيم شكلها مش كويس، ممكن مثلا انا اختار ان انا اخلي لها باك جراوند. مثال بسيط ان انا اخلي لها باك جراوند لونه في الازرق. بالتالي هنشوف ان الموقع بتاعنا اذا كان على اللايت تيم او الدارك تيم باين كويس. بقدر انا اعدل على الكورنر راديوس عشان خاطر اختار ايه الحاجه اللي انا بفضلها، وباجي هنا بكبر الصوره او اصغرها على حسب ما انا عايز. هنا طبعا بيقول لي اختيار ان انا لو انا عايز اضيف ايكون لللايت تيم لكن عايز اضيف ايكون تانية مختلفه على الدارك تيم. طبعا دي براحتكم انتوا، تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه. انا في الحاله دي اخترت انها تكون نفس الايكون لللايت تيم والدارك تيم. وهنا طبعا بيورينا مثال بسيط على شكلها لو حد حافظ صفحتنا على ايفون مثلا. هنا طبعا بقدر اعمل نفس الحوار، بقدر اقول له حط الايكون من غير ما يكون ليها باك جراوند، وهو بالتالي بيحط اللون الاسود اللي مكتوب مثلا على الايفون ان لو الايكون موجوده ومالهاش باك جراوند بالتالي بتاخد اللون الاسود. لكن لو انا عايز اضيف لها لون معين بنفسي بقدر اخش هنا وبقول له حط اللون الاحمر مثلا، ومثلا بكبر الايمج سايز. بقدر اعمل اللي انا عايزه. ونفس الكلام في الاندرويد. فبالتالي انا بنصح ان احنا نستخدم التول زي ده. هنا ما ننساش مثلا نكتب الاب نيم، ممكن مثلا نكتب فرونت اندز. طبعا انا بوريكم مثال بسرعه فاللي هو تمام. واخر حاجه باجي بعملها انه مثلا بيقول لي عايز الباث بتاع الفايكون يكون فين. انا هنا مثلا عايز احطها جنب الاندكس دوت اتش تي ام ال، فبالتالي ما بختارش فولدر، بقول تمام، بعمل نيكست، وبلاقيه هنا هو قال لي اعمل داونلود. بالتالي لو انا عملت داونلود بيحمل لي الفايكونز. ولما بعمل داونلود مثال بسيط هوريكم مثال، بخش هنا وبقدر اعمل اكستراكت في الفولدر هنا. طبعا هو بيديهم لي بالمنظر ده. الحاجه اللي انا بقدر اعملها ان انا باخدهم كوبي واحطهم في الفولدر بتاعنا جنب الاندكس دوت اتش تي ام لو انا عايز اعمل لهم فولدر عشان خاطر انظم موقعي يكون افضل. لكن انا دلوقتي عشان خاطر بوريكم مثال هحطهم جنب الاندكس. واخر حاجه بعملها ان هو بيقول لي خد الكود ده كوبي وحطه في الهيد عندك. فبالتالي انا هعمل كومنت على اخر حاجه انا عملتها، وهاجي هنا واحطهم كوبي وارجع لصفحتي. هلاقي ان زي ما انتم شايفين لو اقفل دول هلاقي ان صفحتي اتطبق عليها اللي انا اخترته. وبالتالي دي بتكون احسن طريقه بالنسبه لي ان احنا نعمل حاجه زي كده، عشان خاطر هو بالايد ضاف لنا كل حاجه احنا محتاجينها لوحده. هو بيعمل كل حاجه لوحده. ودي طبعا بتكون اسهل طريقه ان انا اكون ضامن ومتاكد مليون في الميه ان الايكون بتاعتي هتشتغل على كل المتصفحات، وكمان هتشتغل كويس على الموبايل اذا كان اندرويد او ايفون. وبكده يبقى احنا شرحنا يعتبر كل حاجه تخص الفابايكون. ما ننساش طبعا بعد ما نعمل الحاجات دي كلها نعمل تشيك بسيط ونشوف اذا كان الفابايكون هتشتغل على كل المتصفحات. لكن هي المفروض تشتغل في كل حته زي ما احنا شفنا على الموقع اللي عملنا فيه بريفيو قبل ما نحمل الصور وقبل ما نحط اللينك. يبقى احنا كده خلصنا درس اللينك مع الفابايكون، واشوفكم في الفيديو الجاي.